فيلم ثقافي عندك؟ عندي. شفت بقى شفت بقى. والله يا جماعه على فكره احنا كل واحد مش بيبقى عارف اه التاني التاني. كاتب ايه. بس احنا قلنا اكيد في افلام هنخبط فيها في بعض تاني، ايوه عشان احنا قلنا ايوه، احنا افكارنا ايه متقاربه يا استاذ متقاربة عارفه. متقاربة. وبرضه اوكي. اعتقد الافلام الجريئه يعني في تاريخ السينما مش كتير قوي، بالظبط، فلازم فطبيعي نتلاقى، هيحصل لازم هنتلاقى في لازم حاجه. نتلاقى. بالظبط. ففيلم ثقافي طبعا، مجموعه شباب عايزين يتفرجوا على فيلم لا مؤاخذه. بالظبط. بالظبط. وطول الفيلم الاستراجل او ان هم بيحاولوا يتفرجوا عليه ومش عارفين. ده كان فيلم جريء جدا برضو. هي الفكره ان هو ده رمز بس للحدوته، اه لكن بيتكلم بجرأة عن المشكله الحقيقيه اللي كانت صح بتواجههم، اللي صح، هي شباب مشكلة بيوصل الشباب. بالظبط ان هو بيوصلوا لسن معين، اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، ومن حق اي شاب طبيعي ان هو يتجوز ويقدر يفتح بيت ويكون مستقبله. لا عندهم شغل، هم اصلا كانوا ما ما عندهمش عندهمش شغل، شقة. ما عندهمش شقه وما عندهمش شغل وما عندهمش القدره الماديه ان هم يتجوزوا. ولا يتفرجوا حتى على الشريط ده. على الفيلم. يعني حتى الفيلم كان عذاب بالنسبه له، اللي هي ابسط حقوقهم. يعني حتى انا بحب المشهد بتاع جمال المكتاب ده، اللي هو بيقول له انتوا ازاي قادرين على نفسكم تبقوا كده، وازاي تهينوا ادميتكم بالشكل ده. دي حقيقه، لان انت في اي مجتمع ادمي طبيعي ان انت بيبقى ليك الحق ان انت تكون قادر ان انت تقيم علاقه يعني مع واحده او كده، انك توصل لحد السن ده وانت ما عملتش حاجه زي كده. طبعا انا بتكلم على يعني على مستويات الدول العربيه وكده اللي احنا فيها، طبعا بيبقى في اطار الجواز وفي اطار شرعي يعني. مم. انا بتكلم انك انت لما، لكن بسبب الضغوط الماديه والاجتماعيه اللي بنشوفها في بلادنا الحبيبه، ان انت بتوصل لسن كبير جدا وانت ما حققتش ده. حتى في المشهد بتاع ابراهيم يسري اللي هو بيقول له انت عندك كام سنه؟ قال له عندي 35 سنه ولا مش عارف داخل على 40 سنه، اه وبرضه لسه ما اتجوزش وما فتحش بيت، ما عملش اي ايوه. حاجه. فاللي هو لا هي يعني فعلا كارثه. المشكلة أعمق. وكانوا لسه في مهرجان قريب، امم. وأحمد رزق قابلوه قالوا له فات 20 سنة على الفيلم على ده. فيلم ثقافي. طلع فات أكتر من 20 سنة كمان على الفيلم هو ده. الفيلم سنه 2000 هو فيلم يعني أيقوني. 25 سنه بالظبط. اه 25 سنة. فهو فيلم أيكونيك طبعا في تاريخ السينما بالظبط المصرية. بالظبط.